كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بخير، وكل سنة وانتم بألف صحة وسلامة، ويا رب يعود علينا وعليكم الأيام بخير. وحشتوني وحشتوني من الفيديو اللي فات. كل سنة دايما واحنا متجمعين مع بعض، ويا رب ما يحرم حد. ربنا يرزق كل محتاج يا رب، وربنا يرضي الناس كلها يا رب. ورجعت لكم فيديو بسيط واقل الفيديوهات حاجة كده، كل سنة وانتم طيبين كده بمناسبة المولد النبوي الشريف، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير. خلاص أنا جبنا بقى الحلاوة عدت قدامكم كده وخير، وعمالة تتخطف واحنا بنصورها. لسه فضيتها من العلبة بس، ولازم مش مدينها فرصة. الولاد فضلوا زن زن حلاوة، نزلنا جبنا لهم. يلا كل سنة وانتم طيبين وبخير وبسعادة وبألف هنا وشفا على عيونكم وعلى قلوبكم يا رب. خلاص. وبرضو جبت شوية توابل على قد كده. والمبشرة بقى الرهيبة الجميلة دي بتاعتي، بصراحة المبشرة دي عندي في المطبخ ايدي ورجلي. بتاعتي باظت القديمة، انا جبت واحدة تاني. ليه ما استغناش عنها؟ هي مش غالية، بس بصوا دي معايا احسن من 100 كبة. دي حاجة جميلة، تبشر بصلاية، تبشر توم، تبشر جوز الطيبة. خلاص يا حبايب قلبي. ونزلت بقى جبت شوية توابل كده، كمون، فلفل اسود، كزبرة، ايه تاني، بهارات، ورق رورة. الحاجات دي الاساسيات عندي في البيت. انا قبل ما بتخلص بقى يا بنات بنزل اجيبها، بحب اصحيها. خلاص بقى تعالوا هدخلكم. بص انا صورت الفيديو ده، ما كنتش اصور ولا منتج ولا اعمل اي حاجة. تعالوا بقى شوفوا شربات النادي بقى بتاعت عيالي. ولادي بقى بيحبوا الشربات البيضة عشان النادي، عشان الكورة وكده. خلاص هما بيروحوا مرتين في الاسبوع. معدل كل يوم ليهم الاتنين. ادهم ومروان يعني كل يومين عايزين 4 شربات في اليوم في الاسبوع يعني كده معاهم. خلاص انا بقى مسكت لهم بقى الشربات. بصوا اكنهم ماشيين حافيين والله. مرضتش احطها في غسالة. روتين بسيط كده معاكم بعد المشتريات. خلاص حاجة بسيطة. روتين مش متعب خالص. انا بقى بوريكم طريقة غسل الشرابات، عشان انا بقى متأقلمة على كده ومتعودة على كده مع ولادي. بالصابونة بريحة، يا صابونة غسيل، اي بربة صابونة عندك. يعني المهم تغسليها بالصابونة. اريال لا، الاريال عمره ما هينضف لك البقع اللي في الشراب ابدا. بصوا انا بدعكلكوا بايدي كده. انا عشان ما حطيتش الستاند في الحمام معايا وانا بصور، لا صورت بالتليفون على طول. خلاص زي ما انتوا شايفين بقى انا ده انا غسلت بقى الغسيل اهو، وريتهولكوا. خلاص. والشرابات بقى مرضتش احطها في الغسالة، رحت عاملاها على ايدي بالصابونة مريحة مرة واتنين. حتى غسلتها ونشرتها وظهرتها زهرة خفيفة كده، عشان انا بحب الابيض عندي بيزهزه كده. خلاص. وقلت للولاد يا ادم وانت بتصور هاتلي الشربات. خلاص انا بقى ما صورهاش بقى، بس خليتها بتبرق بس بعد تعب الايد بقى. ويلا والحمد لله على كل حال. الغسل بقى نشف وطبقته، بطبقه معاكم. بحط بقى الملايات الترنجات مع بعض مع بعضيها، عشان بحيث اما يجي الولد يطلع ترنج الدنيا ما تضيعش معاه. والملايات كذلك اهي. انا برضو بحط بقى المخدات والخداديات مع بعض، بحيث الدنيا ما تتوهش معانا. روتين بسيط ويوم بسيط. ويا رب يكون الفيديوهات عجبتكم، فيديو بسيط معاكم، ويا رب ينول اعجابكم. وشكرا شكرا على متابعتكم ليا ومشاهدتكم ليا، ويا رب ما تحرمش منكم ابدا ابدا. وكل سنة وانتم طيبين وبخير وبسعادة، وما تحرمش منكم ابدا يا حبايب قلبي. خلاص انا بقى طبقت الملاية اهو، وكل ده بقى هرصه في الدولاب وارتب الاوضه بقى مع نفسي بقى. بس انا ما طولتش الفيديو عشان بصراحه كنت تعبانه شويه، والحمد لله على كل حال. او بقى ان انا غسله لهم بقى الترنجات بتاعتهم وبطبقها. خلاص. والتيشيرتات انا بقى بنسق الغسيل. انا طبقته ولميته وهنسقه. وشكرا او مع السلامه.